السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. ده أول فيديو ليا على القناة، حبيت إن أنا أبدأه إن مش كل النهايات لازم تكون سعيدة، علشان كل ما أجي في وقت إن أنا أبقى أقول لأ أنا هوقف فيديوهات وإن مش جايبة ريتش وإن مفيش مشتركين وكده، أرجع للفيديو ده إن شاء الله محتاجش إن أنا أرجع له يعني، بس أرجع له وأكمله. فالنهاردة هكلمكم في إن مش دايما كل النهايات لازم تكون سعيدة، وطبعا إحنا عارفين إن أول فيديو فأنا لازم أكون متوترة، بس خليني قبل ما أبدأ الفيديو أسألكم كده كام سؤال. مين قال إن كل النهايات لازم تكون سعيدة؟ إحنا اتربينا على أفلام وقصص بتقول إن النهايات لازم تكون سعيدة، وإن الخير بينتصر عن الشر، وإن البطل هو اللي بيكسب، وإن الشرير بيخسر، وفي الآخر الكل بيعيش في سعادة أبدية. لكن لما كبرنا اكتشفنا وعرفنا إن الحياة عمرها ما وعدتنا بده. ولو انت داخل الفيديو حاسس ان حياتك بايظة وانك خسرت حاجة كنت فاكرها كل حاجة، كمل للنهاية، لان ممكن اللي انت شايفه نهاية هو ممكن يبقى فصل صغير في قصة كبيرة. عارفين ايه اكتر حاجة خدعتنا واحنا صغيرين؟ ان كل القصص كانت بتنتهي بجملة واحدة وعاشوا في سعادة ابدية، لكن الحياة مش فيلم ومش كل القصص نهايتها واحدة. في ناس تعبت سنين وفي الاخر خسرت، وفي ناس ظلمت غيرها ومحدش شافها بتتحاسب، وفي ناس كانت متأكدة ان حلمها هيتحقق وفي الاخر كل حاجة اتغيرت. وده مش معناه ان الحياة ظلم وبس، بس الحياة اعقد بكتير من ما كنا احنا فاكرينها اصلا او اتربينا عليها. خليني اقولك كده كم مثال. تايتانيك أكبر سفينة في وقتها، يعني السفينة دي كانت مستحيل تغرق وكل الناس قالت مستحيل تغرق، لكن في أول رحلة ليها غرقت ومات أكتر من 1500 شخص. القصة دي بتفكرنا إن الثقة المطلقة ساعات بتخلينا ننسى إن كل حاجة في الدنيا ممكن تتغير في لحظة. عندك مثلا فان كوخ، واحد من أعظم الرسامين في التاريخ، رسم مئات اللوح، بس وهو عايش تقريبا محدش كان مقدر موهبته، وتوفى وهو فقير أصلا، وبعد وفاته بسنين اللوح بتاعته بقت من أغلى اللوح في العالم. يعني النهاية اللي شافها هو ما كانتش النهاية اللي شافها التاريخ. ده خلاني أسأل نفسي، هو ليه إحنا بقينا بنقيس حياتنا من فصل واحد بس؟ ليه أول ما حاجة واحدة بتفشل بنعتبر إن خلاص القصة انتهت؟ أكيد كل واحد فينا كان يعرف حد يعني يمكن كانش بيسيب الكتاب وكان أكتر واحد بيذاكر في الفصل، في الآخر ما جابش المجموع اللي هو كان عايزه، وده مش معناه إن تعبه راح على فكرة، وبرده مش معناه إن النجاح ملوش قيمة، لكن معناه إن الحياة فيها عوامل كتيرة، وإن مش نتيجة واحدة هي اللي هتعرف قيمتك. وكم علاقة حب كان شكلها مثالي والكل كان متأكد إن هي هتكمل، في الآخر انتهت، مش لأن كان حد فيهم كان وحش، بس الحياة في أوقات بتغير اتجاهاتها. ويمكن أنت كمان خسرت شغل كنت فاكره حلم حياتك، أو حد خرج من حياتك وحسيت إن حياتك وحشت، أو حلم اتأخر سنين وافتكرت إن ربنا نسيك، لكن الحقيقة إحنا بنستعجل نحكم على القصة وهي لسه ما خلصتش. يمكن الوظيفة اللي أنت خسرتها كانت سبب في إنك تلاقي مكان أحسن، ويمكن الشخص اللي سابك فتح باب للناس تقدرك أكتر، ويمكن الحلم اللي اتأخر استني الوقت اللي أنت تكون جاهز له فعلا. مش كل النهايات سعيدة ودي حاجة طبيعية، لكن مش كل نهاية معناها إن القصة خلصت. في نهايات بتوجع وفي نهايات بتعلم وفي نهايات بتغيرك للأفضل حتى لو أنت مش شايف ده دلوقتي. عشان كده لو انت النهارده في اصعب مرحله في حياتك ما تحكمش ان دي النهايه، يمكن بعد سنه او اتنين تبص لورا وتقول الحمد لله ان هي حصلت، لان الحياه مش دايما بتدينا النهايه اللي احنا عايزينها، لكن ساعات بتدينا النهايه اللي احنا محتاجينها علشان نبدا بيها حياه جديده. وفي الاخر فانا مؤمنه ان مش كل النهايات لازم تكون سعيده، لكن كل نهايه لازم تسيب فينا درس او قوه او بدايه جديده. ولو وصلت لحد هنا اكتبوا لي في الكومنتات ايه موقف في حياتكم كنت فاكرينه ان النهاية خلاص وان النهاية كل حاجة بس هو كان بداية لحاجة احسن. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان نوصل لناس اكتر يمكن تكون محتاجة تسمع الكلام ده دلوقتي. باي.